عالسلامة ومرحبا بكم. شنو حوالكم؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بألف خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حبيت نودكم ببشكوت دياري طلب من الإخوة خفيف وبنين بمناسبة عيد الفطر، أعاده الله علينا باليمن والبركات. تابعونا باش تعرفوا التفاصيل الكل. للبشكوت الدياري نستحقوا 2 كيلو فرينة، 6 ساشيات خميرة كيميائية، و4 ساشيات سكر فانيليا، 50 جرام جرجلان، 550 جرام سكر حبيبات، 650 مليلتر زيت نباتي، 6 كعبات عظم، و2 كيسان قيس الكاس 100 مليلتر عطرشية. واحنا نقيسوا الساعة متاع البشكوتو، عنا الحكة متاع الطماطم هذية للشرط، شوفوا الشرط هذوك الاخرانيين نقيسوا بيهم للساع، ربعية للشرط سكر وربعية للشرط زيت نباتي. وانا اليوم باش نعمل تاع الكمية ذي اللي انا باش نعملها طولي قدامكم متاع صاعين بشكوت، وانا عطيتكم متاع صاع. وتوا باش نبداو على بركة الله في تحضير بشكوتو الدياري. توا حطيت العظم وحطيت السكر وحطيت سكر الفانيليا، توا باش نركضهم بالركاضة، واللي ما عندوش ركاضة ينجم بيديه، اما احنا الركاضة تسهل لنا. وماذا بيكم في معون واسع كيش تقاديو الحلو الدياري، ماذا بيكم في معون واسع. نكمل الركض توا العظم والسكر حتى يتمازجوا مع بعضهم بالكدا، وبعد نكملوا نضيفوا بقية المكونات. بيض معايا توا شوية العظم، توا باش نضيف العطرشة، ماء العطرشية باش تذوب لنا السكر. بسم الله. ونكمل الركة بالكدا حتى يذوب معانا السكر. توا ذاب معايا شوية السكر ومش لازم يذوب على الاخر راهو. توا باش نصب الزيت. بسم الله. وانا كيما قلت لكم راهي الكمية ذي متاع صاعين. شوفوا الزيت للشرط. بسم الله. باش نكمل ندخل الزيت مع المكونات بالركاضة زيادة باش نركض. بسم الله. توا كملت المكونات الكل اندمجت مع بعضها، توا باش نصب الفرينة ونغربلوها الفرينة. ونصبوا الخميرة كيف كيف زايدة نغربلوها. توا نصبوا الجلجلان ونخلطوا المكونات الكل مع بعضها، والعجين نلموا لمانو برا راهو ما نعجنوش. وحتى كان جاكم طري ما تزيدوش الفرينة، المقادير اللي عطيتهم لكم مضبوطة خاطر تشرب راهي الفرينة بعد. وهكا يكون قوام العجينة، شوفوا ما شاء الله طرية وتحسها هكا تلصق شوية في اليدين، هذيك راهي العجينة الناجحة. وتوا باش نمروا لتشكيل البشكوت الدياري. وتوا خذينا الماكينة حطينا فيها العجينة وخدهنا الطبق بالزيت، وهكا يكون تشكيل البشكوت. وما تدهنوش الطبقات برشا زيت، دوبة هكا زيت شوية.
واللي يحب يقادي في الطبق نتاع الفور الكونتيتي اعملوا حتى نتاع كيلو. المقادير اللي عطيتهم لكم اقسموهم على 2. وتوا باش نكمل نشكل البشكوت. وشوفوا سهل، طريقة سهلة، ندوروه شوية وهو يطلع جويد هكا من اللول. وبعد راهو باش يتنفخ في الفور منفش خاطر فيه الخميرة. وتوا باش نكمل نشكل البشكوت في الطبق ونوريكم بعد المرحلة الاخرى كيفاش كملناه. توا كملت تشكيل البشكوتو، كملت الطبق، وراهم الطبقات هذوما يمشيو للكوشة الكبيرة مش ما يطيبوش في الفور. واذا كان العجينة متاعكم يبست معاكم شوية صلحاها بالماء العطرشية، رد بالكم تصلحوا بالزيت راهو يجيبهولكم يابس. وتوا باش نكمل نشكل بقية الطبقات الاخرين وكيف يطيب توا نوريهولكم. وتوا طب معانا البشكوتو مازال دبجة من الكوشة، صدقوني مازال سخون ما شاء الله. شوفوا كيفاه طايب في حقه، شوفوا. وراهو ما يلصقش في الطبق كي تدهنوه بشوية زيت ما تكثروش. شوفوا ما شاء الله. والخفة ما نحكي لكمش، خفيف خفيف على الاخر. والبنة من غير ما نقول لكم ما شاء الله. وتوا باش نعبيه في أسطلة، خاطر أنا ذا طبق صغير وزوز طبقات كبير. الكمية متاع الصاعين اللي عملتها حطولي زوز طبقات كبار وطبق صغير. الصاع احنا نقولوا بالصاع هو راهو ياكل 2 كيلو فرينة. والمقادير ماني قلتها لكم في أول الفيديو. وتوا باش نحطو في سطل ونغطيه يقعد معاكم حتى صدقوني يقعد حتى بالشهرة ما يجراله حتى شيء البشكوتو الدياري. وتوا باش نقدمه لكم في طبق التقديم. وهكا يكون بشكوتو الدياري بعد محضر ما شاء الله. لونه مزيان وبنين وريحته تفحفح. ويصبر معاكم بالكدا ان شاء الله تكونوا تبعتوا الفيديو للاخر. واذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش باش تعملوا لنا ابوني وتحطوا جيم. وتوا ما بقالي كان باش نقول لكم في امان الله وبالسلامه.